السلام عليكم. الاشتراك في القناة مهم بالنسبة لنا، وتفعيل الجرس أهم. من فضلك اشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. تحياتي لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشاق الرياضة في كل مكان، متابعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد وأخبار جديدة حصرية وكواليس لأول مرة على السوشيال ميديا. قبل ما تشوف الأخبار وقبل ما تشوف الفيديو معانا، أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد عن الأخبار الرياضية في كل مكان. ظهر منذ قليل خبر إيقاف محمود عبد المنعم كهربا. الخبر بيقول تم إيقاف كهربا لمدة 8 مباريات. ايه الخبر الصحيح اللي محدش يعرفه لحد دلوقتي؟ تعالوا نشوف ايه الخبر الصح. طبعا كهربا كان معرض للإيقاف والكلام ده من ناحية نادي الزمالك رفع شكوى ضد اللاعب انه لاعب وهو موقوف وهو عليه غرامة لم يسددها، والكلام الفاضي اللي انتوا سمعتوه من زمان ده. طيب، لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم اجتمعت وخدت قرار النهارده، ولكن لسه الاتحاد المصري نفسه لم يعلن عن القرار. يعني ايه؟ الخبر بيقول انتهت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم من ملف شكوى نادي الزمالك ضد محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق الاهلي على اثر احداث مباراة القمة بين الفريقين في الدور الاول للدوري الممتاز. وقدمت لجنة الانضباط قرارها الخاص بشكوى الزمالك ضد اللاعب الى مجلس ادارة اتحاد الكورة لاعلانه ومخاطبة الجهات المعنية سواء اللاعب او الناديين ورابطة الاندية المحترفة خلال الساعات القليلة المقبلة. اما المصادر اللي طلعت من داخل اتحاد الكورة مؤكدة ان ما تردد في الساعات الاخيرة بشأن ايقاف كهربا لمدة 8 مباريات وفقا للائحة المسابقات والانضباط مجرد اجتهاد، وان اتحاد الكرة سيعلن رسميا عن قرار لجنة الانضباط خلال الساعات القادمة. يعني الخبر اللي طلع منذ قليل خبر اجتهادي من واحد صحفي هو اللي نشر في الاشاعة محمود عبد المنعم كهربا وإيقاف 8 مباريات. قد يكون الخبر صحيح وقد يكون الخبر كاذب، ولكن الخبر الرسمي هيعلن عن طريق اتحاد الكورة وعلى موقع اتحاد كرة القدم المصري عن قريب. احتمال يا النهارده وقت متأخر يا إما بكرة بإذن الله أو بعده. يعني كده القرار صدر، ولكن هل الحقيقة توقف 8 مباريات ولا توقف مباراتين؟ محدش يعرف لحد دلوقتي، وكل هذه تساؤلات من الصحفيين. أول تحرك من الكاف بشأن استئناف الهلال السوداني على عقوبات مباراة النادي الأهلي. احنا عارفين ان النادي الأهلي احتج على المشهد اللي حصل من طبيب نادي الهلال السوداني ضد لعيبة النادي الأهلي والسبراي اللي رشه أو المخدر اللي رشه في وش محمد عبد المنعم لاعب النادي الأهلي، والشجار اللي حصل مع الشناوي في المباراة. كلنا شفناه. الدكتور عمل مشكلة كبيرة مع اللعيبة بدون أي داعي. طبعا بيقول الخبر كشف مصدر داخل لجنة الانضباط بالاتحاد الافريقي لكرة القدم عن اول تحرك للاتحاد بعد استئناف نادي الهلال السوداني على العقوبات الموقعة ضده من اجل تخفيفها، وذلك بعد ايقاف طبيب الفريق 4 مباريات بسبب رش بنج في وجه محمد عبد المنعم لاعب فريق الاهلي مما تسبب انفعال الى ازمة. وقال المصدر للوطن سبورت بدأنا في دراسة استئناف نادي الهلال والذي طالب فيه من خلاله بتخفيف العقوبات سواء كان ذلك خاص بالحضور الجماهيري أو قرار إيقاف الطبيب والعقوبات المادية. لجنة الانضباط كانت اتخذت قرار بإيقاف طبيب فريق الهلال 4 مباريات وتوقيع غرامة على النادي بلغت $30,000 وتغريم الهلال نفسه $30,000 منها $20,000 بسبب القصور الأمني أثناء تدريب الأهلي وعقب المباراة، و10,000 بسبب تجاوزات طبيب فريق الهلال. من ناحية تانية تقرر فرض غرامة مالية قدرها $20,000 على عامل المعدات في فريق الهلال السوداني.
خالد الغندور يتوقع نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز. خالد الغندور يتوقع نتيجة فريق صن داونز والنادي الأهلي المقرر أن تقام يوم السبت المقبل في بريطانيا. وقال خالد الغندور يتوقع أن يحقق النادي الأهلي نتيجة تعادل أمام فريق صن داونز خارج الديار. وقال كمان فريق صن داونز رغم السرعات الكبيرة في الصفوف والإمكانيات الكبيرة ولكن النادي الأهلي كان قريب من تحقيق الفوز عليه في القاهرة وفرط محمد هاني في تسجيل ضربة الجزاء. وقال كمان التعادل في البريطانيا نتيجة ليست سيئة للنادي الأهلي، كما إن الخسارة لا تعني خروج الأهلي من البطولة وذلك بشرط هزيمة الهلال السوداني أمام صن داونز ثم الهزيمة أمام الأهلي بفارق المواجهات المباشرة. وقال أتوقع أنه يقرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي الاعتماد على خدمات بيرسي-تاو في مركز مهاجم الصريح خاصة أنه يعمل الأجواء جيدا. أظن قصة السويسري مارسيل كولر يعتمد على بيرسي-تاو دي مش عايزة توقعات نهائي، دي واضحة ومعروفة لأي حد ما يشجعش كورة، مش شطارة على فكرة، لا دي كل الناس عارفاها إن بيرسي-تاو الوحيد اللي عمره ما يتغير نهائي في المباراة، حتى لو بيلعب برجل واحدة عمره ما يتغير. أول رد فعل من أيمن أشرف عقب استبعاده من قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز. أيمن أشرف بيعلق على قرار مارسيل كولر من المدير الفني للنادي الأهلي باستبعاده من قائمة فريق مواجهة صن داونز يوم السبت المقبل، وبيقول عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نشر صورة وعلق عليها وبيقول فيها مهما اشتدت بك الريح في يوم عاصف ستمطر ريسا يوما ما. مهما اشتدت، دي كانت رسالة وجهها أيمن أشرف لقصة استبعاده من قائمة النادي الأهلي. مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي استقر على المستبعدين من قائمة النادي الأهلي المسافرة لجنوب أفريقيا. قرر كولر استبعاد كل من محمد فخري وأيمن أشرف وبرونو سافيو وكريم الدبيس بقرارات فنية بجانب محمود متولي بسبب الإصابة، على أن ينضم إليه محمد الضوي كريستو بعد انتهاء مشاركته مع منتخب تونس في بطولة أفريقيا للشباب. النادي الأهلي بيعلن جاهزية عمرو السولية وأحمد عبد القادر وعبد الفتاح للقاء صن داونز. كشف أحمد أبو عبلة طبيب النادي الأهلي عن عودة ثلاثي الفريق أحمد عبد القادر وخالد عبد الفتاح وعمرو السولية من الإصابة استعدادا لمواجهة صن داونز بجنوب أفريقيا. وقال أحمد أبو عبلة في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي أحمد عبد القادر تعافى تماما من الإصابة في جذع في الرباط الداخلي للركبة واللي أبعدته عن المشاركة في التدريبات والمباريات خلال الفترة الأخيرة. وقال ما أظنش إن أحمد عبد القادر هيشارك، ممكن يشارك في بعض الوقت من المباراة، ما أظنش إن هو يدفع بيه من بداية المباراة لأنه بعيد عن التدريبات وبعيد عن المشاركة في تدريبات الكورة، لأن أحمد عبد القادر في الفترة الأخيرة ما شاركش لا في التدريبات ولا في المباريات، فقرار الاستعانة بيه في المباراة محل شك. ما اظنش ان هو يدفع بيه في المباراة الا ممكن في خلال 10 دقايق او ربع ساعة بالتأخر لو كان تعافى من الاصابة فعلا. النادي الاهلي سافر لجنوب افريقيا وان شاء الله باذن الله يرجع منتصر او على الاقل بتعادل وياخد نقطة في مشواره الكروي باذن الله، ونقطة بالنسبة لصن داونز مش وحشة. التعادل يبقى كويس، ده لو ما كانتش الهزيمة ان شاء الله باذن الله مفيش هزيمة ولا حاجة باذن الله. صن داونز بيستعيد 5 لعيبة لمواجهة الأهلي بأبطال أفريقيا. صحيفة أول الجنوب أفريقية كشفت إن مدرب الفريق رولاني ميكويلي يستعيد 5 لاعبين بعد قرار منح نجوم الفريق راحة سلبية في مباراتي المرمي برانتس بكأس جنوب أفريقيا ثم فاسكو دي جاما في الدوري، ومنهم الحارس الأساسي للفريق رونيون ويليامز واللي شارك في لقاء النادي الأهلي في القاهرة وانتهت بنتيجة تعادل إيجابي 2-2. وأيضا هيرجع جرانت كيكانا نجم دفاع فريق صن داونز ومعاه برضو أبوري مديبة، حيث أشادت الصحيفة بدور الثنائي في الناحية الدفاعية خلال الفترة الماضية. مدرب شباب بلوزداد الجزائري بيقول مباراة الزمالك هي مفتاح التأهل في دوري أبطال أفريقيا.
أكد نبيل الكوكي المدير الفني لشباب بلوزداد الجزائري أن مباراة الزمالك هي مفتاح التأهل بالنسبة لفريقه إلى دوري أبطال أفريقيا، مشيرا أن الفوز على المريخ هام جدا. وقال الكوكي في تصريحات نقلتها صحيفة النهار الجزائرية: الحمد لله حققنا فوز صعب أمام المريخ الذي يلعب كرة جميلة، شكرا للاعبين على المجهودات المبذولة طيلة اللقاء. وقال الكوكي: ضيعنا 5 أو 6 فرص سانحة لقتل المباراة خاصة في الشوط الثاني، لكن التسرع وغياب الفاعلية حال دون ذلك. وبالنسبة لبلوزداد فمباراة التأهل ستلعب أمام الزمالك. دي كانت كل أخبارنا الرياضية، شكرا لكم على حسن المتابعة. نرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والضغط على اللايك. شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.